معانا الاستاذ هشام زعزوع وزير السياحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. السياح مشوا ليه يا فندم؟ لا انا بس ليا تعليق حضرتك. اتفضل. يعني حضرتك يعني بتطالب بان احنا ننسى قطاع السياحه خالص، فيعني مش ضروري تكلمني بقى. اقفل بقى السياحه دي وطالب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزاره يلغي الوزاره ديت ويركز على اي حاجه ثانيه. انا رايي كده يا فندم. خلاص. يلا انا رايي توكل على كده يا الله. استاذ هشام. معلش انا اسف. انا بقول لحضرتك، طب قول لي السياح مشوا ليه امبارح؟ لان في معلومات استخباراتيه جت للجانب الالماني بانه في احتمال يحصل ضربه ارهابيه في منطقه جنوب سيناء، واحتمال اكبر في شرم الشيخ. وليه يا فندم بعد حادثه طابا ما حدش مشي؟ حضرتك بتسالني الاسئله دي ليه؟ الله، انا مش حضرتك بنتكلم واسال مين؟ مش قلت لي حضرتك وزير السياحه؟ بتقول لي ايه السبب؟ انا برد على السبب بس. هو ده السبب اللي جالي رسمي. لا انا طب شكرا يا فندم، شكر ليك. خلاص بما ان حضرتك وزير قررت تقول لي ان ده السبب اللي جاي رسمي، خلاص شكرا ليك يا فندم. انا مش عارف حضرتك بتكلمني على السياحه ولا على الجانب الامني يعني. لا حضرتك دلوقتي كوزير سياحه ما فكرتش ايه اللي خلى الناس بعد حادثه طابا وبعد ما جالهم تهديد بيت المقدس، انصار بيت المقدس، انه يمشوا في 3 ايام ما مشيوش وقرروا يمشوا امبارح واتاخدوا من على الشواطئ؟ ما فكرتش ايه السبب؟ الناس ما مشيتش لانها عايزه تمشي، الناس جالها امر بانها تمشي. ايوه ليه؟ حضرتك مش تسال الناس دي؟ مش حضرتك وزير سياحه تفهم ايه السبب؟ يعني السياحه عندك تتضرب كده وما تسالش؟ اتقال لي في خبر جالهم معلومات شاركوها مع جسم المخابرات بتاعتنا بان في احتمال لضربه تهديد تهدد مواطنينهم في مدينه شرم الشيخ تحديدا او جنوب سيناء بصفه عامه، مش بقطاع واحد بس. وفي نفس لا يا الوقت فندم، تقول والله ده قطاع. انا ما بقتش بلد زراعي، انسى الزراعه اقفلها. لا يا فندم، لا يا فندم، مش هشتغل الزراعه يا فندم مش زي السياحه. الزراعه ما تقفلش بكره، السياحه تتقفل في اي يوم. السياحه اتقفلت امبارح. يعني مطلوب حضرتك ان انا انسى استثمارات بالمليارات في فنادق، انسى ان في 4 مليون موظف بيشتغلوا في السياحه بطريقه، هو انت عارف تاكلهم؟ بطريقه مباشره وغير مباشره. هو انت عارف تاكلهم؟ هو يعني قبل كده كنت بتاكلهم قوي؟ ما انت عارف الوضع يا سياده الوزير. سيادتك جيت النهارده وزير، اجي اقول اقفل السياحه، ارمي ال4 مليون. يا فندم سيبك انك انت وزير السياحه. هو انت كام شهر؟ معلش دي واحده يا فندم. احنا من 25 يناير 2011 لغايه النهارده انت عارف قطاع السياحه شكله عامل ازاي؟ يعني انت عارف الناس المستثمرين السياحيين نفسهم راحوا اشتروا بره فين؟ احنا بنعاني من 3 سنين مش من النهارده يا استاذ عمرو. ايوه ما انا بقول لحضرتك. 4 مليون ايه بقى؟ الناس اللي بيشتغلوا في انت عارف تاكلهم اصلا؟ بتحبطهم ليه؟ يا فندم مش انا اللي بحبطهم، انا بقول لك الحقيقه. كل الدوله انسوا القطاع الهام. ايوه يا فندم، ايوه انسوا قطاع السياحه. انا مش موافق حضرتك على التحليل ده. معلش يا فندم، ده اختلاف في الراي. يحبط ولا يساعد الدوله انها تتقدم. انا يا فندم مش غاوي امال ورديه، انا بتكلم على الحقيقه. انت بيان واحد قفل لك صناعه كامله. قول لي هتعملوا ايه؟ امبارح الناس اللي طلعتوها على الطيارات من على البيتش دول لما يرجعوا بره هيقولوا للناس ايه؟ سياحه ايه تاني؟ في جنوب سيناء هتعملوا ايه عشان تكملوا المشوار؟ هتعملوا ايه عشان تحاولوا ترجعوا السياحه؟ ده السؤال. ده قطاع هش، ده قطاع هش. والكلام اللي احنا بنقوله ان احنا المصريين يروحوا سياحه داخليه والكلام ده كل ده ما بيحصلش وما بيجيبش نتيجه. عاوزه تتقدم لقدام. صعب هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله. انا شخصيا مش كوزير سياحه، كمواطن مصري اختلف مع حضرتك في ده يا فندم. من غير ارهاب ولا حاجه. احنا ضعاف سياحيا، احنا بلد بتجيب 10 مليون سايح واقل بلد جنبينا بتجيب اضعاف الكلام ده. ده قطاع فاشل. قطاع فاشل طبعا. حضرتك بقالك كام سنه واقف على 10 مليون دول؟ كام سنه؟ يعني كام سنه؟ انت اقل دوله حواليك بتعمل 60 و70 مليون سائح في السنه. فين فشل؟ كام سنه ما عندكش اوتيل محترم؟ انا ما عنديش اوتيل محترم. طبعا. انت كام سنه السياح بيجروا في الشارع والناس بتجري عليهم محدش عارف يعملهم كويس؟ حضرتك ممكن تنتقد، ما تروح تشوف هضبه الاهرام كده وحاول تطلعها مع الوزير. تعمم وتقول انه القطاع فاشل واسلوب الوصول للمقصد متعدد، في طياره وفي عربيه وفي وسائل كثيره. لا احنا مصر اللي في حته متطرفه.
هو احنا مصر اللي الوصول ليها لو صعب. تعتبر انه اليونان دي مش دولة سياحية ولا تعتبرها دولة فاشلة؟ ده سؤال بسأله لحضرتك. يا معالي الوزير لو لا، سمحت. رد عليا حضرتك الاول، هل اليونان بتعتبرها دولة فاشلة سياحيا؟ يا معالي الوزير لو برضه ما سمحت. تردش عليا، هل اليونان لو دولة حضرتك فاشلة برضو سياحياً؟ موسع الموضوع، انا بسألك سؤال انت مش عايز تجاوب عليه من اول ما دخلت. عليك عشان نقول اذا كانت مصر فاشله ولا لا. اليونان جالك 15 و16 مليون سائح. احنا جالك 15 من 3 سنين بس ظروفك. بقى انت بتقارن نفسك باليونان؟ يعني لما وزير السياحه المصري يقارن نفسه بجزيرتين ينطلق منه ملايين، ده عيب. تعال نقعد على الترابيزه وندور على حل. الحل يا فندم ان انت اكتشفت ان ده مورد هش وان دراعك بيتلوي منه، لازم تنساه. انا مختلف مع حضرتك ولازم تتوقف عن الاستثمار فيه. انت في حرب، انت قاعد تبني للناس حاجات يضربوك فيها. شوف حضرتك، انا انت بتتكلم هو عن انا اللي حاجة طلعت بتعرض ليها البيان اليومين بتاع دول. ان السياح يمشوا لكن النهارده. مش بتبص بطريقه استراتيجيه للمدى البعيد. ما حدش عنده هرم، ما حدش عنده نيل، ما حدش عنده هرم ايه يا فندم؟ ما تروح تشوف الهرم ولا النيل ولا تشوف المتحف المصري بتاعنا عامل ازاي ولا دخله عامل ازاي. المفروض ان انا اقول ده مستقبلي وده المفروض يبقى قاطره الاقتصاد المصري. مش هقول ان ده لازم اضربه واوقفه وما اعتمدش عليه. بقالنا 30 سنه بنتضرب منه. وطني مصري بيدور على مصلحه بلده ومستقبلها يا فندم. انا مختلف مع حضرتك. والله يا فندم انا مش عايز اضحك على الناس. نجيب فيه ناس خبراء مش من مصر، من العالم كله، ونقول له ظروفنا ونقول له الارهاب اللي احنا بيواجهنا ونقول اذا كان يا فندم ما ده اللي انا بقوله. انت عندك حرب سياحه، ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ انا برد على حضرتك وبهذا الحماس لان مقتنع بالقضيه. انا النهارده وزير يا استاذ عمرو، بكره مش وزير. انا النهارده قاعد على الكرسي لفتره صغيره وماشي. انا بتكلم على مستقبل صناعه، مستقبل وطن. حرام ان حضرتك ترميه من الشباك. يا معالي الوزير، امبارح المانيا طلعت بيان الصناعه دي قفلت النهارده. مفيش حاجه هتعتمد عليها كده. ان شاء الله مصر مش هتموت. حضرتك احنا ليه بنتكلم عن مصر تموت؟ هو مصر كان فيها سياحه من 20 سنه. المصريه هتعيش، والكلام ده بيقول لك هيراجع في خلال 15 يوم. يعني حضرتك ما تجيش تبص على قرار ان يوقف حركه سياحه، ولو حصلت عمليه ارهابيه كمان 10 ان ايام. الدنيا ماتت بالطريقه دي. يا فندم يا فندم انت ليه مصر؟ انت ليه مصر متخيل ان انا عايز الغي وظيفتك؟ ومش عدل اللي بتقوله. خلاص يعني حضرتك انا قلت رايي وانت قلت رايك، وانا يعني انا بقول لحضرتك انا هترك للمشاهدين وهترك للخبراء رايي اللي بقوله وراي لحضرتك، وخليهم هم اللي يردوا، مش انا اللي هرد. على العموم يا فندم احنا مش لازم نقول للناس اللي يحبوا يسمعوه، احنا نقول للناس الحقيقه ان في بلد امبارح طلعت بيان الناس روحت النهارده. يا عمرو حضرتك بتهاجم، انا بقول لك الحقيقه، والحقيقه عشان تتقال دي الحقيقه اللي انا اعرفها. هات الخبراء قول لهم مصر تعتمد على السياحه في المستقبل ولا تنساها. وانا مستغرب بقى يا استاذ عمرو في الاخر ان حضرتك في برامج كثيره جدا قلت مين اللي ينافسنا؟ احنا ما فيش حد زينا، ازاي الدوله الفلانيه هتبقى عندها سياحه احنا ما عندناش؟ ما حضرتك ما بنعملش حاجه، ما بنعملش حاجه. انت وصلت ان انت بتعمل اليوم ب 30 جنيه استرليني في الاوتيلات عندك. ما بنعملش حاجه، احنا بناخد زباله السياحه اللي في العالم. الحقيقه انا مستغرب. حضرتك عارف المعلومات اللي انا بقولها، عارف النفر بكام النهارده في شرم الشيخ. انا ما بجيبش المعلومه واغيرها او انقيها واحطها بطريقتي. انا ما قلتش بطريقتك، انا بقول لك ادي السياحه اللي عندك، ادي الرقم اللي انت بتجيبه، الاهالي السياحيه اللي انتوا بتحسبوها على السودانيين والفلسطينيين اللي بيخشوا. انا مش شايف كل الارقام دي بتتعمل غلط، كل ده بيضحك علينا، احنا ما عندناش صناعه سياحه حقيقيه. الكلام ده يا فندم. على العموم يعني هموم السياحه كتير، انا بس بسترعي النظر للي حصل امبارح اللي ما حدش اتكلم عليه النهارده وما حدش فكر في سببه، فانا بس بحب ان الناس تبقى فاهمه ايه اللي حصل وايه السبب. وبنشتغل وبندور على حلول، بس مش ضروري نطلع في شاشات الاعلام كلها ونقول احنا ابطال. نطلع نقول احنا بندور على حل المشاكل بتاعتنا. ايوه يا استاذ عمرو عندنا مشاكل. طب ما ده اللي انا بقوله. انا بقول لحضرتك ان هذه الصناعه حساسه جدا وهشه. عصيبه وحضرتك المفروض تقف جنب القطاع.
انا مش هقف جنب اي حاجه فيها وهم. الكلام اللي انا بتكلم فيه وهم. احنا في حاله حرب وانت بتتضرب في مكان مش لازم تتضرب فيه. جواك عايز تقفل القطاع وانا هستفيد اللي مقفل القطاع. ما انت اللي بتقوله كده، بتقول اللي انا بقوله لحضرتك يعني يا سياده الوزير. معتمدين عليها، ما الدوله فيها مصادر اخرى للدخل يا سياده الوزير، لكن يجب في نفس الوقت يا سياده الوزير كده تقول لي نحاول نحل المشاكل دي ازاي ونشتغل يا سياده الوزير لو سمحت، انت مش عايز تسمعني دقيقه، لو سمحت حضرتك بتهاجم هجوم. انا كمصري بعمل في هذا القطاع من 5 وانا مصري يا فندم، وانا كمان مصري، وانت ما عندكش شك في الكلام ده. بس ده اللي عايز اقوله لك. انا مصري وكنت معاك يوم ما حضرتك جبت السياح الايرانيين مصر عشان يبقى في اي سياحه في مصر، انا كنت موجود. انا ما جبتش الا مجموعه واحده. انا بقول لك انا كنت موجود، انا عارف انت بتعمل ايه وبتشتغل ازاي، انا كنت معاك. طب يا فندم انا الله، ما انا عارف ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا كنا بنجيب سياح ايرانيين. يا فندم المساله مش كده خالص يا فندم. انا دوري كوزير سياحه ان اي دوله الحكومه المصريه تقول لي اشتغل معاها اجيب منها سياحه ان شاء الله. يا معالي الوزير، يا معالي الوزير، ممكن اقول لحضرتك حاجه نص دقيقه بس؟ اتفضل. حضرتك محدش يقدر يمنعك ان انت تروح بكره تقف في ميدان البيكاديلي وتجيب كل الناس اللي فيه سياحه في مصر. محدش يقدر يمنعك انك تنمي او تعمل او بس لازم نتعلم من الدرس. هذا قطاع موسمي هش بنتضرب فيه دايما، لا يجب الاعتماد عليه الان لغايه ما نقف على رجلينا وتنتهي حاله الحرب، نقطه. ده رايي اللي انا بقوله. طيب انا بقى برد على حضرتك، اذا انا همشي بالنظريه اللي حضرتك بتقولها اعمل ايه في ال4 مليون بقى لغايه لما حضرتك تقول لي وانت كنت عامل فيهم ايه قبل كده؟ اعمل ايه في الاستثمارات الموجوده؟ حضرتك كنت عامل ايه في الاستثمارات اللي قبل كده؟ الفنادق اللي مقفوله ومش عارفه تدفع ضريبها، عملت ايه قبل كده؟ ايه ده؟ عملت ايه قبل كده؟ ده بيبوسوا ايد البلد علشان ياجلوا لهم الضرايب، عملت ايه؟ وهنأجلها، ومين قال لك ان احنا مش هنأجلها؟ لما تبقى تأجلها يا فندم. عملت لهم ايه الناس اللي مش لاقيه تاكل؟ عملت لهم ايه الناس اللي سافرت بره كلها وسابت الاوتيلات هنا؟ اجتمع معايا مؤخرا وكلمت وزير ايوه ما حصلش حاجه، عملت لهم ايه؟ لازم الدوله تقف وتأجل لهم. لازم، بس الدوله ما اجلتش، الدوله ما عملتش، لان انت مش مهتم بالقطاع السياحي. انا النهارده لو في مشاكل انا بقول لك اهو نيابه عن القطاع، جالي رئيس الاتحاد بخاطب بقيه اجهزه الدوله ما حلتلهمش حاجه. انا وانت بنقول الكلام هو على تأجيل ديت، لان الدوله عارفه ان القطاع مظلوم فيما حدث. هل الدوله اجلت؟ يا فندم انا رد عليا. اطلب التأجيل، الكلام ده كان من 3 ايام. طب ماشي، وهو من 3 ايام بس كنتوا عارفين ان في مشكله في السياحه؟ انا طلب مني اجتماع من رئيس الاتحاد مع ممثلين المستثمرين. يا معالي الوزير، وانا وهم حضرتك قوم بمجهودك واعمل اللي انت عايزه. انا بقول لحضرتك انك لازم تفكر وتسأل ليه الناس ديت بعد حادثه طابه ما لمتش الناس بتوعها؟ ليه الناس ديت بعد ما جه التحذير بتاع بيت المقدس ما لمتش الناس بتوعها ولموهم النهارده؟ بس اذا ما كنتش تعرف الاجابه زي ما انت بتقول لي، طب ليه ما تفترضش حضرتك زي ما انت بتقول؟ انا مش بتاع نظريه المؤامره، ان وقتها لما حصل الكلام ده ما كانش فيه معلومات وصلت الا بعدها بكذا يوم. ليه تفترض حضرتك ان حصل حاجه ما؟ هي العمليه الارهابيه ما كانتش واضحه قوي اصلها. طيب خلاص، لو حضرتك شايفها واضحه انا عايزك بس تبقى انت عارف المعلومات كلها وعارف ايه المشكله وعارف تتعالج ازاي. انا بس عايز اقول لحضرتك انه مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين. والله اعرف حضرتك بتتكلم على ايه. خلاص ماشي. انا كل اللي اقدر اقوله لك، انا راجل بشتغل في قطاعي وبفهم فيه، وهشتغل مع زملائي في القطاع سواء في القطاع الخاص او الحكومه عشان نحل المشاكل ونتقدم لقدام. حل يا فندم. هتجيب السياح منين؟ الله، يعني حضرتك بتسالني يعني انت بتقول لي جمل انشائيه جدا. انا هقعد اوضب في القطاع واقعد مع وبعدين القطاع ده هيشتغل على ايه؟ على الهواء؟ حضرتك اعمل ايه بالقطاع بتاعي؟ ماشي، انت مش عاوزني اشتغل ولا عاوزني لا انا ما بقولش كده. اي باب لا انا بكلم حضرتك واخدها شخصيه. انا ما بتكلمش نلغي وزاره السياحه. انت بتقول لي شخصيه، انا شخصيه، انا ماشي بكره ده قطاع بيعمل فيه 4 مليون. ازاي حضرتك مش مدرك الكلام اللي انت بتقوله؟ هو انت عملت لهم ايه؟ الاستثمارات الموجوده اقفل الكلام ده كله وانساه. انا ما قلتش تقفله، انا بقول يا فندم ان القطاع ده بيتلوي دراعنا منه، وده قطاع هش امنيا واستراتيجيا.
لو سمحتم ما حدش يقعد يعتمد على الموضوع ده دلوقتي بقى. طب مين قال لحضرتك ان هم الدوله بتعتمد؟ وبرضه نعيد ونزيد في نفس الكلام. بقول لك ده احد قطاعات الدوله، الدوله عاوزك تقفل، انت بتطالب انها تقفله وتعتمد على الباقي. لا يا فندم، انا ما قلتش. لا 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 مع ان في دول لا يا فندم، انا لا ما قلتش تقفله. انا بقول لحضرتك انسى الدخل اللي جاي من هنا. لازم نبتدي نفكر بشكل غير تقليدي. السنه اللي هي السنه اللي فاتت 5.9 انساهم اقفلهم في سنه وحشه زي السنه اللي فاتت. والله يا فندم الارقام دي انا ما بثقش فيها. روح بقى للبنك المركزي وروح ل وزاره الداخليه اللي هي لما بتمضي ورقه وانت داخل تقول انت مصري ولا لا، ما انتوا بتحسبوا الناس كلها يا فندم. انت بتحسب الناس كلها سياح، ما دي برضو خلاف بيننا من زمان. انت مين السايح؟ انت اي مصري جاي من بره معاه باسبور تاني بيتحسب، اي سوداني معدي، اي فلسطيني معدي، كل دي ليالي سياحيه وبتحسبوهم سياح. السياح الحقيقيين في مصر اقل من الرقم ده. احنا بنضحك على بعض بقالنا سنين. ان الاوان ان احنا نواجه بعض في موضوع السياحه. لا عندنا سياحه كويسه، ولا خدنا الرقم اللي احنا بنستحقه، ولا بنقدم خدمه جيده، والعالم كله بيشتكي منا وانت عارف الكلام ده. وبنبيع الاوضه بارخص سعر في العالم، ابخس سعر في العالم. كل المشاكل دي حضرتك عارفها. بنبيع الاوضه بسعر رخيص ليه يا فندم؟ ما اعرفش. حضرتك وزير السياحه المفروض تعرف. اما اعمل اول انكلوسيف لواحد ب 30 جنيه استرليني بالاتهامات بدون دراسه موضوعيه ومناقشه موضوعيه. لازم ان احنا نقعد نتكلم بهدوء وبموضوعيه، لكن الخناقات والحد اللي على الهوا ده مش هيخلي البلد دي تتقدم يا استاذ. والله يا فندم انت ادرى، وان شاء الله انا يعني ايدي في ايد حضرتك. احنا هناخد قرارات غلط، لكن احنا نقعد نتناقش بهدوء ونمسك ملف ونجيب كل الاطراف ونقول ان احنا انا زهقت من الحكايه دي. انا بشتغل في الموضوع ده بقالي 15 سنه وبنجيب كل الاطراف ومفيش اي تقدم حصل. لازم نواجه نفسنا تاني. 15 سنه وما تقدمناش. ازاي يعني؟ هو بس كلام بيتقال. والله حضرتك شايف كده. 6 مليون بقيت 15 مليون في 2010، وبقى كنت بيجي لك 3 4 مليار بيجي لك 12 ونص. حصل تقدم. هو دلوقتي عشان حصل مشكله الالمان يا فندم بقت السياحه كخ وبقت الدنيا لا 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 مش دلوقتي بس. انت ال3 سنين شفت الفيلم ده كم مره؟ حضرتك وقت الاوقات كنت داعم للقطاع والملف، النهارده انت بتهاجمه. ايه اللي حصل؟ لا حصل انه حضرتك حد وزني على القطاع. حد قال لي لازم القطاع ده اقفله. حد قال لي البلد ديت لازم اقفل فيها السياحه. قالوا كده، قالوا لعمرو اديب كده. هدافع عن الناس اللي بيشتغلوا فيها وهقول لهم انهم لازم يستمروا نعدي. قول لهم يا فندم، قول لهم باحترامي، قول لهم اكلهم بكره كلام، اكلهم بكره وعود، اكلهم بكره، هات لهم سياح بكره. طيب كلام يا فندم، ده اسلوب برضه مناقشه يا استاذ ما انا بقول لك هتقول لهم، ما انا بقول لحضرتك اديهم كلام. حضرتك بتقول الوزير تقول له اديهم. انا بسال حضرتك هتعمل ايه؟ حضرتك مش عايز ترد عليا. قلت لي هنقعد مع بعض ونجيب القطاع ونجيب مش عارف مين. يعني ده كلام ما ينفعش البلد في محنه. احنا عندنا محنه حقيقيه. شوف يا استاذ عمرو، حضرتك بس عايز تهاجم وخلاص. اذا كان ده الفكره يبقى المفروض ما نتكلمش. اذا كنت عايز حضرتك تتكلم بهدوء وباسلوب نخلينا نوصل لحلول، وباسلوب حضرتك تبقى راضي عنه قبل ما ابقى انا راضي عنه، انا مستعد نجيب كل الاطراف ونشوف الحلول ايه. معايا الوزير، ربنا معاك. وانا يعني احنا بنساند شغلك، وان شاء الله قطاع السياحه يقف على رجليه تاني، وبكره السياحه ترجع في مصر وتزدهر، وان شاء الله ال4 مليون دول يشتغلوا واوتيلات مصر كلها تتملي، ومصر هايله واعظم بلد سياحه في الدنيا. مش ايه رايك في الجمل دي؟ كويسه يا استاذ عمرو؟ اللهم امين، ده اللي اقدر اقوله. لا طبعا يا فندم، شكرا ليك.